يا مساء الفل، عاملين إيه الأخبار؟ عودة لشاشتنا، عودة لتحليلاتنا، بس الأهم من كل ده إن إحنا نبدأ بيه هي الصورة اللي في ضهري. استأذنوني أوسّع للنجوم، أوسّع للأبطال، أوسّع للي جابوا النصر امبارح. جمهور الأهلي التالتة شمال الجبارة اللي أخيرًا رجعت لنا تاني، واللي لو كمّلت لآخر الدوري هيبقى في كلام وكلام وكلام. والله لأجل هذا المنظر نفسي أحط رهان وأقول إن إحنا هناخد الدوري، بس الصراحة لساني ولا قلبي مطوعني في وجود ياستر. بس خلينا نشوف بعد ماتش الزمالك وبيراميدز إيه اللي هيحصل. النهارده هنحلل الماتش، هنحلل حالات كتير، هنخش في تفاصيل اكتر. طيب بعد ما اتفاعلنا وشفنا، وبعد ما شفنا برضه زياره سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكوره اللي هنتكلم عليها بعدين. بس خلينا نتكلم النهارده كوره بيور. يعني الفيديو ده هو فيديو كوره بحت، تمركزات لعيبه، تحركات، قاعد تشكيلنا، رحنا ايه وعملنا ايه هنشوف ده كله معاكم النهارده. فايه فيديو بتاعنا طويل، فكوبايه الشاي او القهوه بتاعتك ومساء الفل ويلا بينا نبدا. خلينا نبدا باول حاله خالص. احنا في اول 10 ثواني هتقول لي اول 10 ثواني احنا لحقنا نلعب، هقول لك انا عايز اشوف تمركزات فريق الاهلي في الملعب، لان دي كانت مهمه قوي. لان احنا قلنا ونزلنا فيديو قبل الماتش ان اخيرا لعبنا بتشكيل صح، اخيرا لعبنا ب شوبير بالعمري، ياسين، ياسر، هاني، قدامهم مروان عطيه 6، قدامهم 8 تين، زي ما احنا كنا فاكرين ان هم هيبقوا 8 او 10، وده اللي هنشوف ان هو عكسه حصل. زيزو وامام قدامهم، حسين جناح يمين، تريزيجيه جناح شمال، وشريف في النص قلب هجوم. ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، هنا الاهلي بدا كالتالي. الاهلي موسع الملعب خالص، بالعمري فاتح هنا، وهاني هنا، ياسين، ياسر، تمام جدا. الستة بتاعك اهو زي ما احنا قلنا. المشكلة في إمام. هو إمام فين؟ الطبيعي على التشكيل اللي احنا بنلعب بيه عشان اوظفنا لعبتنا صح وعارفين نشتغل صح، ان انا اشوف امام عاشور اللي انت شايفه هنا اهو 8 بس ناحية الشمال. هنا امام بيلعب 8 يمين، وزيزو مش ظاهر عندي في الصورة خالص. فاما امام يلعب 8 يمين ومروان يبقى 6، بل 8 اقرب ل6، معناها صراحة ان زيزو هيلعب 10. صباح الفل، دي مش حتة زيزو، انت قتلته. انت عايز، وهتبان قوي 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 في الصورة اللي جاية اهي. بص معايا، احنا لسه كل ده في اول الماتش. هنا انت وصلت امام على اليمين ان هو قبل حتى مروان، يعني اكني بلعب بستتين. يعني انت بص اهي الدقايق بتاعتنا باينه، انا مبروسها لك يا ريس. انا عايزك تتفرج معايا على مدى العك الخططي، وفي الاخر بنقول هو احنا بنلعب وحش ليه. انت عندك مروان وامام حتى مش موزعين نفسهم ستتين صراحه، فالاثنين دلوقتي اكنهم سته. ده زيزو. وهنا حسين نزل عشان يملى الحته الفاضيه، لان امام اصلا تراجع. ما هو امام لو هيلعب 8 يمين هيبقى هنا، يبقى بالكره قدام هنا، وهينزل هنا حسين يروح قدام وزيزو يستلم. لان انت كده طلبت من زيزو دلوقتي اللي هو بقى 10 مش 8، ودي اللي عكت الدنيا بالكامل، انه يغطي المساحه دي كلها طولا وعرضا. مش زيزو. يعني احنا عمالين نقول صفقه زيزو صفقه وحشه، صفقه زيزو يا جماعه والله صفقه كويسه جدا، بس احنا مش مشغلينه. هو مش ابو تريكه. يعني ما هو دي حته ابو تريكه. هو مش ابو تريكه. هو هو مش صالح جمعه، هو مش امام عاشور، هو مش محمد علي بن رمضان. يعني من الاخر لو كنت هتلعب خلاص قررت ان امام يبقى 8 يمين، طب يا ريس نزل محمد علي بن رمضان 10 وهيضم لك 8 شمال كمان ويحل لك الازمه دي كلها. انما زيزو اللي هو باك جناح يمين او هاف يمين او 8 يمين، توديه ان هو يلعب 10 والطرف اصلا ناحيه الشمال. قتلته. خلينا نكمل. دي كرة تانية بتوضح نفس الفكرة برضه. هنا بص معايا، تريزيجيه راح في الجناح الشمال وضم لجوه، بالعمري فاتح معانا في اخر الشاشه اهو، حسين جناح يمين، العشرة بتاعتنا ضمت المرة دي على اليمين،
يمين اهي تمام. ده بقى التمركز الصحيح فعلا بتاع امام، بس هنا المفروض يكمل ويهاجم المساحه دي، وده كان المفروض يبقى الشكل النموذجي. الشكل ده ما حصلش في ال 90 دقيقه الا في الدقيقه الثانيه، هو حصل بالغلط. يعني اللعيبه تقريبا اتحركت بعقلها، اتحركت بفطرتها، كل واحد راح في الحته اللي ينفع فيها. هي ده الشكل الصح على فكره للنادي الاهلي. وعشان كده بص، اصلا كثافه الهجوميه للنادي الاهلي ما حصلتش في هجمه ثانيه. ده ساحب واحد، ده شريف لو ذكي يفتح اكتر، تريزيجيه لو سحب كده سنه هوبا. يعني كل اللي مطلوب منه عرض هنا، وده يا يشوط يا اما ياخد الكره ويتوغل بيها. دي جون، دي جون. شفت لما بتحط لعيبتك صح الموضوع سهل ازاي. ده اعظم جمهور في الكون يا جماعه، ده حقيقي اعظم جمهور في الكون. نفس الغلط تاني، انا هتلاقيني جايب كرات كتير ومحلل الحته دي كتير، لان الحته دي كانت مشكله قضت عليك امبارح. حسين تاني 8 شمال تحت، وزيزو 10 اهو ناحيه الشمال برضو، فبقى عندي فجوه. انت عندك اتنين بقوا هم في ناحيه الشمال. يعني لا امام راح الثمانيه يمين اللي حسين طالما سحب اللاعب يروح، ولا العشره بتاعته. هو تايه، هو زيزو تايه فعلا، هو مش فاهم ان المفروض حسين هيسحب هنا، هو يروح جاري على طول داخل في الحته دي الفراغ دي، او يجري فيها محمد شريف فهو يخش يقتحم. مش حتته خالص. انما انت لو حطه من الاول مثبته الناحيه دي، فحسين سحب فهو خد، امام ضم جري. لا لا، انت موقف كمان امام ورا قوي قوي. نكمل بقى. هنا احنا شفنا وضعنا في الوقفه الهجوميه. تعالى معايا نتفرج على وضع الفريق في الوقفه الدفاعيه. الدوائر باينه جدا. انا عندي هنا كميه عك كروي لا متناهي. ماشي. مروان عطيه باع مكانه وباع مساحته وطلع يجري على ان هو يضغط، وانا ما بعملش ضغط عالي، انا مش عامل ضغط عالي، انا عامل بلوك متوسط، لا بلوك واطي خالص ولا انا في بلوك متوسط. فانا مش فاهم ليه مروان هو اللي بيضغط هنا. الطبيعي جدا ان رقم 10 اللي هو زيزو اللي بيضغط هنا، ومش عارف حسين كان فين الصراحه، حسين مش باين معانا في الكادر تماما. ماشي. او ومفروض شريف يبقى بيضغط هو كمان. فانا عندي مروان محدش ضغط فباع نفسه وطلع. ماشي. امام حاول يجري يبقى هو السته اللي اتعور. وعلى فكره لكل اللي كان بينتقد امام عاشور الماتش امبارح، امام عاشور في حدود اللي كان مطلوب منه عمل ماتش عظيم امبارح، لان هو كان مطلوب منه يدافع. كان الراجل اما بينزل ديانج بيديله مهام هجوميه، اما بينزل امام يلعب 8 بينزله يدافع. لا حول ولا قوه الا بالله. عندي بقى كارثه سوداء. اه يا جماعه، هو هدفنا وهو اكتر لاعب عنده حلول وهو جرينتا وهو كابتني وكل حاجه، وهداف الدوري دلوقتي تريزيجيه. بس بص معايا كده، تريزيجيه عامل لي مشكله في نص الملعب وعامل لي مشكله في الدفاع. تريزيجيه هنا المساحه دي فاضيه اكبر يوسف بالعمري ان هو ياخد خطوتين. يوسف بالعمري لا قادر ان هو يهجم ويقف مع اللاعب ده ويمنعه، ولا عشان خاطر ما يبقاش كل دي فاضيه، ولا قادر ان هو يقف هنا فيسيب لي المساحه. شايف المربع ده الفدان اللي احنا بنتهاجم منه طول الماتش واللي وجه منه الجون على فكره. فايه اللي هيحصل؟ هو مجرد باصه كسره للخطوط طوليه، ده هيجري وهيسبق امام لان هو جاي بوشه، هياخد الحته اللي هو بالعمل بس، او يسند على ده يروح ده سارق بالعمل وجاي. الطبيعي ان ده يبقى مع ده يبقى ورا خطوه، امام يبقى مع عمرو السيسي، مروان يبقى معاه لاعب نص الملعب الثاني دفاعي يبقى واخد خطوه ده لورا سنه، زيزو هو اللي بيضغط هنا، محمد شريف بين الاثنين دول. ده التمركز الصح، او مش كمان التمركز الصح، ده الف ب تمركز. ف فتريزيجيه على فكره تكتيكيا عامل مشاكل كتير ومحتاجه تتعدل. نكمل.
دي اف تاني من المشاكل اللي كانت عندنا في نص الملعب. هو امام عاشور ومروان عطيه بيعملوا ايه؟ المنظر الوحيد ان يبقى الستة والثمانية بتوعي بالمنظر ده وسايبين الفدان ده كله، هي حاجه واحده بس، ان طارق كان قايل لمروان عطيه يمسك امام عاشور وعايزوه منك. ما هي ملهاش يعني يا جماعه بصوا. ده انا لما حاولت ارسم دايرتين دخلوا في بعض الاثنين لزق. بص هم حرفيا الاثنين لازقين في بعض، زيزو وتريزيجيه لازقين في بعض، يعني يخرب بيت دي تمركزات يا جدع. فانت نص الملعب عندك اسماءه كويسه، تشغيله في الملعب وحش. الفدان اللي ورا يوسف بالعام. وانا عايزك تبص معايا على التمركزات. التمركز ده هزلي برضه هنا. الحمد لله الحمد لله تريزيجيه راجع مع الجناح عشان بالعمري. بس ثواني بس خلينا نمسكه واحد. تريزيجيه راجع مع الجناح، في مشكله. تريزيجيه راجع متاخر، اترقص، اتسرق. ادي رقم واحد. خش على رقم اتنين. امام عاشور بيحاول يسند تريزيجيه، بس في نفس الوقت نص الملعب فاضي خالص، فواقف في النص عشان خايف من اللاعب ده. ليه؟ عشان مروان المفروض يبقى مع اللاعب ده. طب مروان فين؟ لا، انا عندي مروان وبالعمري وياسين، التلاتة بيراقبوا لاعب واحد. ميسي مثلا. ما انا مش فاهم الوقفه دي كلها. كم الوحيد اللي انا ممكن اعفو عنه شويه بالعمري لان هو بيحاول ان هو يكسر اتجاه الباصه عشان لو اتبصت لده. ياسر بيه، ياسر ابراهيم، لا منه ماسك المدافع ولا منه منع يعني الكره دي لو اتلعبت عاليه هنا المدافع ده لوحده هيخش يجيبها جون. واتلعبت على فكره والمهاجم لعبها بس غلط. فده واقف غلط خالص. فانا عندي ده ياسين مرعي بيتشعلق في المدافع في المهاجم بتاع سموح الاولاني، والتاني ساب بتاع. انا عندي اتنين مدافعين في الاهلي بيقفوا وقفات وعاملين شويه تمركزات ذات يعني حاجه كده تودي النار حتف والله العظيم. نكمل تكمله الاثنين مدافعين بتوعنا. انا برضو دي برضو نسخه من مروان وامام. هنا مروان ده الارتكاز بتاعي. انا مش عارف هو بيعمل ايه هنا بقى. هنا كالعاده بايع نفسه ومهاجم وسايب نص الملعب خالص. عشان كده سموحه كان هينا بالراحه. الاثنين مدافعين بتوعي فين بقى؟ ايوه هما الاثنين اللي ماسكين بعض دول. انا عايز افهم ليه. الطبيعي ان ياسر هاني رايح عشان يقفل ده. ياسر واخد حساب الاثنين من دول اللي هيهاجموا. ياسين الطبيعي والمنطقي ان هو هيبقى هنا عشان خاطر يمنع اقتحام ده. عشان في المقابل يوسف بالعمري يا يعمل معاه ضغط ثنائي على اللاعب ده لو الكوره جات له، يا يقفل الجناح. يا جماعه. ما هي بسيطه يعني. هي الكوره ده الف ب كوره. وامام باصص وشه في الارض مش عارف ليه. طالما ده خلاص ورطه، ومروان ورط امام كتير قوي امبارح، يجري عشان ياخد واحد من الاثنين دول عشان يسيب الثاني لياسر. ماشي. عشان كمان ده بالعمري لازم يجي هنا لان انت شايف تريزيجيه فين. وتريزيجيه ما بيجريش حتى، ده على الواقف. يعني اي حته فدان يا جماعه. الفدان احنا سموحه ما كانتش بتهجم علينا الا من الجناح اليمين بتاعهم اللي هو الناحيه الشمال بتاعتنا من كتر ما هي فدان. والفدان ده يشيله تريزيجيه اول واحد. فبرضه فانما هنا ياسين بيراقب ياسر خايف عليه يتوه. نفس ما مروان بص ياسين وياسر تعالوا اهي ثانيه واحده. مروان وامام احنا بنمسك لعبتنا لبعض مان. بس والكره كملت راحت وهتتلعب عليك. يعني هي الكره دي اللي احنا اتحركنا فيها كل الغلطات دي، واللاعب ده اهو اللي هيقتحم اهو هيجي يبقى هنا. ماشي. هتلاقي ان هنا ياسين وهنا بالعمري كل واحد واقف واحد. امام رجع وضم. انا بقى الافيه ان انا عندي اهو. انت اهو تمام، انت معاك المدافع. المهاجم هيسرقك
وهيجي يتحرك، يعني المهاجم هيتلعب الباص، هيتعدى من الاثنين اللي المفروض يمنعوا الباص، وهياخد الكوره يرجع كده ياخدها من قدام امام عشان هو مش مركز، ما كانش مركز، فامام هيخبط رجله وضربه جزاء يا جماعه. يا اصل بصوا، انا في التحكيم انا معترف بمبدا واحد، انا مع هبقى وانا قاعد بتفرج على الماتش بقول يا رب ما تتحسبش، وهفرح انها ما تتحسبش، بس لو سالتني 100 مره على نفس الحاله، لو ضربه جزاء هتبقى ضربه جزاء، لو فاول هقول لك فاول، لو طرد هقول لك طرد، وهقول لك الحمد لله كسبت وما اتحسبتش. ما فيهاش سوري، يعني انا مش هبقى ضلالي، عين كل واحد فينا شايفه، اللي عايز يبقى ضلالي يبقى ضلالي، عليا ليا انا هقولها، ما في الاخر انا ما هطلع اقول لك مش هيرجعوا يصفروا ويقولوا لك يلا هنحسبها، الماتش خلص. حمدنا ربنا انها ما اتحسبتش علينا، بس لا خلاص، وش رجل امام شايل رجله، الراجل سبقك وكان اذكى وحط ولعب الكوره، وهي رجل امام دايسه على القصبه كمان، يعني لو غشيمه اكتر من كده شويه كانت ممكن كمان ما يبقاش ضربه جزاء، بس يبقى ضربه جزاء وطرد، بس هي دي ضربه جزاء وانسى. ما فيهاش هنقعد بقى نقول لك اصل اتحسبت في سنه 90 وما اتحسبت، لا 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 لا، ضربه جزاء مش محتاجه وعدي، على الاقل على الاقل ان انا احترم نفسي واللي بيشوفني يحترمني. نكمل. هنا برضه حسين ما رجعش، انا ما عدتش عارف بقى مين كمان الثمانيه اللي هنا المفروض يرجع، يعني هل ده مروان اللي المفروض يرجع، ولا امام اللي المفروض يرجع، ولا زيزو اللي المفروض يرجع؟ انا ما عدتش عارف. انا اتفاعل الاهلي يا اما بيقلب كومباكت ضيق قوي ويسيب الاجنحه وفي ناحيه، يا اما بيبقى فاتح الدنيا وبيراقبوا بعض. كالعاده تمركز زيزو هنا بقى كانت هزليه برضو، انت عشان لعبت زيزو في مركز 10 هنا وحسين ضم، انت الدنيا دي بقت فدان لوحدها. يعني مين، يعني انت متخيل زيزو عنده مساحه بصيع نموذجيه اهي، تيجي هنا يضم هنا يرجع بكره ارضيه للخلف او يعارض، طب فين بقى؟ ما هو ما فيش حد هنا. طيب انا معايا دانيال الفيش ولا ما اعرفش، محمد هاني قلب كفوه اللي انا بفضي المساحه دي كلها عشان يجي محمد هاني مش معانا في الكادر، محمد هاني ما هاجمش، فالمنطقي ان يكون امام اللي ماسك الكوره هنا، حسين طالما انا هيعامله جناح هيدخل للعمق، يبقى زيزو الثمانيه اليمين كان يدخل، ده ما بيحصلش، احنا ضيعنا كل فرصنا يا جماعه عشان احنا مركزين اللعيبه غلط، في الاخر يجي يقول لك ايه اصل الاهلي سكواده بايظ، اصل الاهلي سكواده فرقه فشل، لا يا حبيبي هو معهوش مدرب، دي بتقول لك انا معيش مدرب. نكمل ده اللي هي طويله، ده احنا لسه كل ده في الشوط الاول. نيجي بعد كده اهو نفس الفكره، يعني بص دي تكمله الهجمه، رجعنا لورا عشان هاني يسار، طب هجم هاني وانا قدرت اعرض وبتاع، ولا الهوا زاحم نفسي عندي اهو، ده زيزو، انا ما اعرفش زيزو هنا بيعمل ايه، بالعمري حسين داخل اليمين فاضي، يعني ما بيهاجمش الهجوم الجناح عشان خاطر يستغل ان انا بقى ادخل بكل دول واعمل عرضيه، ولا الدموع. ده تكمله لاعبينا على فكره. دي الكوره اللي جت. يوسف بالعمري بيراقب تريزيجيه، ما هو واحد من انت يا تريزيجيه هتاخد الجناح عشان بالعمري هياخد اللاعب ده، يبقى بين يا ادي الجون فجاه، يعني من نص دقيقه احنا الاثنين هنا، فجاه تريزيجيه نسي نفسه قدام، الحصان هرب حرفيا كله بيجري بيحاول، اتلم يوسف بالعمري شاطها الولد جول، جول ما فاضيه، ده عنده 100 حل، ده عنده يشوط، عنده ده يديها له بصه صغيره وده يقطع ويديها للشناوي في لشوبير في الضيقه، كل اللي تتمناه هتلاقيه. دخل فينا الجول ماشي، هرجع تاني هنا زيزو عشان خاطر هو مش ملم بالمكان اللي هو فيه، انا مش بقول ان زيزو عمل ماتش وحش، انا بقول ان زيزو اتحط في موقف وحش، فكويس هتردها له لورا، وهو لو واخد الخطوات دي كلها هيبقى زيزو هنا يا اما هيعرضها تاني لحسين يا اما هيشوط مره واحده،
لان انت ملعب زيزو في مكان غلط. غلط. زيزو يبقى هنا، امام يبقى هنا، هو هيبقى عارف، حس المكان هيبقى موجود. يا جماعه جناح او هاف يمين بيعمل ايه هنا؟ دي تكمله العبث، عشان الفريق كله دخل في حاله عبث. 3 لعيبه مع المهاجم والدنيا تمام. انا مش عارف شوبير كان طالع يعمل ايه. لو حد عارف يبقى يقول لنا يا جماعه، يعني ممكن تقولوا لنا في الكومنتات سؤال فيديو النهارده شوبير كان طالع يعمل ايه. انا الجبهه الباك الشمال بتاع الاهلي، الجبهه الجناح اليمين بتاع سموحه، الحته الفاضيه، بس هو الحمد لله شاط ما لعب له هلوش، وتريزيجيه ما بيرجعش يدافع، اما بن عمرو بيضم القلب الدفاع. خلصت. احنا هي خلاص. هي لا حياه لمن تنادي. هنا احنا غيرنا الحمد لله، ونزلنا اشرف بن شرقي. انت بتلعبه جناح يمين ليه يا جدع؟ يا راجل اتقي الله بقى، ما انت نزلته لعبه مكانه. يا جماعه ده اشرف بن شرقي عشان لو محدش واخد باله. نكمل. اشرف بن شرقي تاني جناح يمين. فاحنا بنعمل كميه تمركزات غلط ومستنيين نتيجه صح. اشرف بن شرقي جناح يمين، نزلنا طاهر راح جناح يمين. اخيرا رجعنا، يعني انت فاهم احنا بنضيع وقت ماشي من الدقيقه 70 للدقيقه 83 عشان نرجع اشرف بن شرقي يلعب جناح شمال. واخيرا هتلاقي في الكوره دي ان احنا بقى ايه، كله بيسحم. هنا انت رجعت حسين، وديت حسين بقى هو الجناح اليمين. طاهر لعب تحت المهاجم اكتر عشان انت عارف ان طاهر عنده حساسيه شويه ضربات الراس. اشرف بن شرقي فتح الجناح الشمال. لعبت بشكل منطقي بقى، والكره الوحيده اهو اللي لعبنا فيها بشكل منطقي راح رايح هاني رفع، والطبيعي ان هاني يرفع الكره هنا وطاهر يكلفت المدافع ويخش يجيبها. هاني رفعها غلط، عشان بس ما نبقى واقعيين، الكره دي هاني رفعها غلط. بس المنطقي هنا ان شفت لما وديت ده جناح شمال ففتح الناحيه دي، وشفت ده اما راح جناح يمين فبقوا خايفين، واللاعب فاكر ان هاني هيباصي هنا، فسهلت على اللعيبه اللي في النص لو بتعرف تلعب بالراس، وحطيت طاهر اللي بيعرف يلعب بالراس تحت المهاجم، فبقى مروان عثمان وطاهر وتريزيجيه الثلاثه اللي بيعرفوا بالراس هم اللي هيهاجموا الكره العرضيه. جت جون سبحانه اهو. في الاخر هو ما هاجمش المساحه وما لعبهاش صح، بس المدافع هيطلع عليها غلط وطاهر هيحطها براسه. وكفى المنى شر القتال، والناس دي روحت مبسوطه الحمد لله ونجينا. وش هو ده كان خلاصه اللي هو، ما هو انا ممكن احط الاسماء تحسها انها صح، وانا في الاخر هوظفها غلط واموتك معايا. ده كان تحليل ماتش الاهلي والمشاكل، وليه احنا ما كناش عارفين نعمل هجمات. وانت هتلاقيني مش جايب هجمات يا جماعه، انا عديت ال 90 دقيقه تاني ما كانش فيها هجمات، فما كانش عندنا حاجه تانية نقولها. بس احنا عندنا تمركزات غلط. هو احنا رحنا بهجمتين 3، وعشان كده احنا فقراء جدا وما بنعرفش نجيب اجوان غير من كور ثابته، لان احنا اصلا مش هقول لك بقى عارفين نعمل جمل، احنا موقفين اللعيبه غلط لدرجه ان هي ما عندهاش وعي باماكنها، لان مش دي اماكنها وهي مش ما اتعودتش عليها، فحتى مش عارفه ترتجل صح. ومساء الفل.